السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. مؤخرا وانا بقابل حالات كتيرة في العيادات عندي، دايما في مشكلة بتكون مؤرقة للناس. المشكلة دي بتاخد حاجز كبير قوي وهيدك كبير قوي عند الناس وهي بتعمل دايت، ان هي بتأثر على شكلها، فبالتالي بتأثر على النفسية بتاعتها وبتخليها تخش في إحباط حتى وهي بتعمل نتيجة حلوة. أغلب المشاكل اللي بتواجه الناس أو السيدات بالأخص أثناء ممارسة الدايت هي شحوب الوجه أو النحافة اللي بتحصل لمنطقة الوجه، بالإضافة طبعا لمشاكل كتيرة قوي، منها نقص الهيموجلوبين أو الأنيميا أو الدوخة زي ما بتيجي طبعا أعراض للناس. فتلاقي السيدة أو الأستاذ اللي بيعمل دايت، الحالة عامة لما بتيجي تعمل دايت بتلاقي عندها أول حاجة مشكلة الدوخة. دكتور أنا أصبت بدوخة كبيرة قوي من ساعة ما بدأت الدايت. دكتور أنا وشي بان عليه قوي التخسيس والنحافة والنضارة، وبقيت كل ما حد يشوفني يقول لي أنت وشك تعبان كده ليه؟ وأنت مريضة؟ وأنت عندك مشكلة صحية؟ أنت ليه عاملة في نفسك كده؟ يبدأ بقى الشخص اللي بيمارس الحمية الغذائية والدايت ياخد الموضوع بطريقة عكسية جدا ويضايقه، يقول لا أنا عايز أرجع تاني لحياتي، أنا وشي كان منور، أنا من ساعة ما عملت دايت وشي ضلم، أنا من ساعة ما عملت دايت بان عليا الإرهاق والسن طبعا، وبان عليا علامات السن والكبر، انا عايز اسيب الدايت. طبعا المشكله الثانيه تلاقيه يا دكتور انا من ساعه ما عملت دايت بصراحه بقى عندي دوخه كبيره قوي، مش عارف اشتغل، مش عارف اعمل اي حاجه، مجهودي الحركي قل، كل ما اجي اقوم من مكاني يجي لي دوار ودوخه. فتلاقيه يقول لك يا دكتور انا عايز ارجع اكل تاني. طبعا دول مشكلتين ارقوا الناس مؤخرا. عايزين نعرف المشكلتين دول ايه الاسباب العلميه اللي بتؤدي الى الاعراض دي. تاني حاجه ايه المسؤول عن زي ما بيقولوا ان احنا نعالج الاعراض دي، وايه المسؤول عن اختفاء الاعراض دي تماما، وان احنا نكون ماشيين بطريقه صحيه وجميله وما نصابش بالاعراض دي خالص. هنتكلم عن فيتامينز وعن امينو اسيد، حمض اميني، بالاضافه لحمض جميل جدا هو مناسب لكل الناس وفيه فوائد عظيمه. تمام. بالاضافه ان احنا هنتكلم عن فيتامينز وفيتامين مهم جدا لكل الناس، وهنقول هو قد ايه استفادته كبير قوي وبيحل لنا كل الاعراض دي. تابعوا الفيديو للاخر، اعملوا سبسكرايب واعملوا لايك للقناه علشان يوصلكم كل جديد. كملوا الفيديو عشان تعرفوا المشكله وحلها ايه. خلينا نمسك اول حاجه مشكله الدوخه والدوار اللي بيجي للناس اللي بتعمل دايت. ايه المسؤول عنها؟ لما سيادتك تبدا تمارس الدايت ويجي لك اعراض الدوخه وتلاقي مجهودك الحركي وانت بتتحرك كتير في احساس بعدم الاتزان، واحساس ان انت مش ماشي في نفس النطاق اليومي بتاعك، حيويتك ونشاطك قل كتير قوي وقل بطريقه كبيره جدا، فده اثر عليك نفسيا. وطبعا ده بيرجع لنقص الهيموجلوبين او دخولك في انيميا. حالات كتير قوي هي بتعمل دايت بتواجهها مشكله الانيميا او نقص الهيموجلوبين، فبيأثر على حركتها ومجهودها وتديها اعراض دوخه. عندنا حمض مسؤول عن الموضوع بطريقه مباشره 100%. طبعا الحمض ده هو منتشر جدا، هو حمض الفوليك اسيد. حمض الفوليك اسيد يا جماعه ليه فوائد عظيمه جدا 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 في تكوين الهيموجلوبين، في تكوين كرات الدم الحمراء، في كل المشاكل الصحيه. اثناء استخدامك لحمض الفوليك اسيد طبعا عن طريق منتج او عن طريق الفواكه اللي موجوده، ان هو بيتواجد في حاجات كتيره قوي زي الموز وزي البرتقال وزي التفاح. كل الحاجات دي ممكن تلاقي فيها حمض الفوليك اسيد، زي الليمون كمان. وحمض الفوليك اسيد يا جماعه بيحل المشكله دي حل جذري قوي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سيادتك لما بتتناول حمض الفوليك اسيد اولا انقسام الخلايا عندك بيزيد، ونشاطك ونشاط الحيويه بتاعتك بتزيد بطريقه كبيره جدا. بتساعد الهيموجلوبين على اصلاح كل ما تم اتلافه من كرات دم حمراء وانتاجها بطريقه غزيره جدا وبطريقه حيويه جدا. فبالتالي اعراض الدوخه كلها قلت عندك وكل المشاكل دي بدات تتحل. اذا هو ليه دور كبير قوي ومتاح في كل الفواكه، وكمان متاح في مركبات كيميائيه كتيره جدا. ودايما تلاقي عند السيدات الحوامل خدي حمض الفوليك اسيد، خدي حمض الفوليك اسيد، لان هو طبعا اثناء السيده لما بتكون حامل بتصاب بالانيميا، وطبعا دي مشكله كبيره جدا بتقرق الدكاتره اثناء العمليه الجراحيه، ما يقدرش يدخلها عمليه وهي عندها الهيموجلوبين قليل، فيبدا يديها فوليك اسيد من زي ما بيقولوا زيرو داي، من اول يوم. وكمان فكره انقسام الخلايا وضخ الخلايا كتير وتكوين كرات الدم الحمراء بتفرق معاه قوي، فيبدا يوجهها لحمض الفوليك اسيد. اذا حمض الفوليك اسيد بيحل لنا مشكله كبيره، يا ريت نتناوله من كل الاكل.
طبعا الفيتامين الجميل جدا اللي ليه فوائد عظيمه هو فيتامين سي او فيتامين ج زي ما بيقولوا، وفوائده الكبيره قوي للسيدات وللبشره وللنضاره. فيتامين سي يا جماعه هو الناس كلها عارفه ان هو دايما ليه طبعا دور كبير قوي في الانيميا، وليه دور كبير قوي في المناعه. طب ازاي يا دكتور فيتامين سي في الانيميا؟ على فكره امتصاص الحديد كله بيحصل عن طريق فيتامين سي. يعني حضرتك لو خدت فوليك اسيد او خدت اي حاجه فيها مركب الحديد، عشان يمتص كويس وتستفيد منه لازم تدخل فيتامين سي. تلاقي دكتور بيكتب لك مثلا سي فيروجلوبين مثلا او اي نوع حديد لازم يكتب لك معاه فيتامين سي عشان الابزوربشن بتاعه، عشان امتصاصه، فده بيساعده. اذا هو ليه دور في الانيميا، ده اول دور. طيب الدور الثاني لفيتامين سي النضاره، وطبعا الدور العظيم جدا طبعا كمركبات مهمه جدا لجهاز المناعه. الجهاز المناعه بيقوى بوجود فيتامين سي في جسمك، بيقوى جدا جدا جدا. وفيتامين سي متواجد في كل الاطعمه، معظمها الخضروات. يعني الخضروات والفواكه فيها نسبه فيتامين سي كبيره جدا. طب تعالى نتكلم فيتامين سي بقى مهم للدايت في ايه بالظبط، غير موضوع الهيموجلوبين وامتصاص الحديد، وطبعا موضوع الجهاز المناعي او جهاز المناعه ويساعد الجسم على الاكسده. هو ليه دور كبير قوي في البشره ونضاره البشره والكولاجين. انتاج الكولاجين بيتم عن طريق وجود فيتامين سي. اذا لو انا بعمل دايت ومش عايز علامات تقدم السن تبان على بشرتي وعلى وجهي ويحصل ضمور او يحصل خلل في شكلي، لازم اخد فيتامين سي. فيتامين سي هيكون مسؤول قوي عن تكوين الكولاجين وتحفيز الخلايا، فبالتالي هيفرق في شكلي وهيفرق في حيويه جسمي بطريقه كبيره جدا. ده بالنسبه للكولاجين. طب يا دكتور نلاقي الكولاجين ده فين او نلاقي فيتامين سي ده فين؟ كل الخضروات وكل الفواكه الورقيات موجود فيها فيتامين سي. بس في مشكله كبيره قوي في فيتامين سي لازم نكون فاهمينها علشان نعرف نستفيد منه. فيتامين سي من الفيتامينات التي تذوب في الماء والمتطايره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سيادتك لما بتعرضها لدرجه حراره عاليه بيحصل لها تلف. اذا لو انا جبت خضروات وقمت بطهيها، حصل لها طهي وتعرضت لدرجه حراره عاليه، بالتالي انا بيحصل تلف لفيتامين سي اللي موجود جواها. اتناولها من الخضروات الطازجه. الخضروات الطازجه هي مصدر فيتامين سي، هي والفواكه، ما نقدمهاش لاي درجه حراره. المشكله الثانيه بقى فيتامين سي ان هو ما بيثبتش في الجسم. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني بيتم اخراجه عن طريق الكلى يوميا. طبعا بيختلف او بيكون في تفاوت في احتياج الانسان لفيتامين سي من شخص لشخص تاني، بس طبعا كنسبه عامه احنا بنحتاج ديلي لا يقل عن 50 جرام من فيتامين سي. 50 جرام من فيتامين سي يوميا علشان نقوم بكل العمليات الحيويه، سواء في المناعه، سواء في البشره، سواء في الخلايا التالفه. وعلى فكره فيتامين سي يا جماعه بيخش في كل الخلايا التالفه بيعيد انتاجها. يعني لما يحصل عندك جرح او حرق او ضمور في اي خلايا في جسمك، فيتامين سي بيساعد على تكوين الخلايا الجديده زي ما بيساعد تكوين الكولاجين، فهو مسؤول عن كل الخلايا الجديده اللي بتنقسم في جسمك. خلينا نرجع ونقول المشكله الثانيه اللي بتواجهنا بفيتامين سي، وهي مشكله عدم استقراره في الجسم واخراجه عن طريق الكلى. يعني انا لازم اخده بصوره يوميه. ما ينفعش اقول انا اكلت فيتامين سي امبارح كتير قوي فخلاص هيقعد معايا اسبوع، لا، انت يوميا لازم تدخل احتياجك من فيتامين سي عشان هو مش بيقعد في الجسم. اذا لازم ادخل فيتامين سي بشكل يومي لجسمي علشان استفيد منه واستفيد من انتاج الخلايا الجديده. لازم اخد فيتامين سي من الخضروات الطازجه والفواكه علشان ما يحصلوش تلف وخلل. افهموا الدايت صح، افهموا احتياجات جسمكم صح، افهموا ايه الخلل اللي بيحصل نتيجه لاستخدام الدايت غلط، ويبدا الاعراض اللي عندك بتظهر كلها ايه سببها وحلها، بدل ما تهرب من الدايت وتقول انا مش عايز اكمل الدايت عشان شكلي بقى عجوز والناس بتتريق عليا ووشي نحيف، انا مش عايز اكمل الدايت عشان مش عارف اشتغل ومش عارف اعمل مجهود حركي وتعبت وعندي دوخه. لا سيدي الفاضل، شوف المشكله دي بتحصل نتيجه لنقص ايه في جسمك وعوضه عشان توصل لنتيجه كويسه جدا. ولو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع، تفاصيل اكتر عن الدايت وايه الدايت المناسب لجسمك واحتياجات جسمك، تابعوني على قناه اليوتيوب. هتلاقوني بتكلم عن كل دايت مناسب لانهي جسم واحتياجاتك بالظبط تاخدها ازاي ومن انهي عناصر غذائيه.